السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بكم معانا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن التحديث الجديد لأداة SK اللوكر فيرجن 25. والنهاردة هنتكلم بالتفصيل وبشرح عملي كامل على تابلت تي 505 وتابلت تي 509 وكمان تابلت A7 الجديد. والحمد لله احنا كنا أول أداة على مستوى العالم دعمت التابلت اللي عندي دلوقتي، فالحمد لله منفردين بأي جديد بينزل بخصوص التابلت. وكمان الأداة داعمة كل المعالجات، وفي تطور كبير جدا بيحصل في الأداء بشكل مستمر. ويا ريت نركز في الفيديو ده لأن الفيديو ده مهم جدا جدا لأي حد هيشتغل على الأداة تابلت. هيكون في الفيديو ده كل التفاصيل سواء تابلت تي 505 تي 509 وكمان A7 بلس الجديد. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح. ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح نشترك في القناة ونفعل زر الجرس علشان يوصلكم أي جديد بنعمله على القناة. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح. أهلا بيكم معانا النهاردة مرة تانية، والنهاردة زي ما قلنا هنبدأ نشرح بشكل عملي كل التبالت وإزاي تقدر تعمل تخطي أو تقدر تعمل خروج نهائي، وكمان تقدر ترجع المنظومة لو حبيت في أي وقت. يعني أي تابلت من الثلاثة اللي موجودين دلوقتي هتقدر تخرجه بضغطة واحدة، كمان هتقدر ترجعه المنظومة. عايز تخرجه نهائي، كل الطرق متاحة ليك لأي نوع تابلت للوزارة. فالحمد لله مع أداة اس كي اللوكر هتقدر تتحكم في كل التبالت بطريقة سهلة جدا، تخرج من المنظومة، تدخله المنظومة، تعمل كل اللي انت عايزه. فيلا على طول نبدأ الشرح علشان ما نطولش عليكم في الفيديو. أول حاجة هنبدأ بتابلت تي 505. مبدئيا هنبدأ نروح على سامسونج، وبعد ما نروح على قائمة سامسونج هنروح على قائمة اندرويد. فزي ما حضراتكم شايفين هنا في قائمة سامسونج هتبدأ تروح على طول على تابلت الوزارة، هتلاقي كل التابلتات الخاصة بالوزارة وكل الطرق متاحة ليها. طيب أنا دلوقتي معايا تابلت تي 505. طبعا احنا معانا 505 و509، وفي نهاية الشرح هنسيب لكم فيديو كامل لأخ عزيز جدا عمل لنا فيديو للشرح على تابلت A9 بلس. طيب تعالوا نبدأ على طول بتابلت تي 505. أنا جالي التابلت داخل المنظومة، تمام؟ يعني أنا معايا التابلت، نركز جدا بقى في اللي هيحصل. أنا معايا تابلت دلوقتي تي 505، طبعا شرحناه كتير جدا لكن هنمشي خطوة خطوة علشان يكون الفيديو ده مرجع لكل الناس اللي بتسأل. معايا تابلت تي 505 ان، مش هتفرق الحماية خالص، حماية واحد اتنين تلاتة اللي عندي سبعة، ماليش دعوة خالص، مش هتفرق معانا، نفس الخطوات ونفس الطريقة. طيب التابلت شغال معايا اهون، تمام، فاتح. هبدأ أعمل حاجة واحدة بس، هجيب الكابل بتاعي وأبدأ أوصله في التابلت زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. هنا هيبدأ يظهر معايا في التعريف زي ما حضراتكم شايفين. أول حاجة هعملها هروح على قائمة الام تي بي اللي هي شايفينها على الكمبيوتر دي، تمام، وهبدأ أقول دخل لي الجهاز وضع الدولي. أنا دلوقتي مش همسك التابلت خالص ولا هحتاج أعمل أي ثغرات، يعني حتى وأنا بخرجه من المنظومة مش هحتاج أي حاجة خالص. كده التابلت هيبدأ يدخل معايا وضع الداونلود علشان نبدأ نشتغل. يبقى كل اللي بعمله هنا التابلت فاتح، وصلت الكابل، تمام، وبعد كده بنتظر لما يخش لي داونلود ويبدأ يظهر التعريف زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب كده انا وضعي سليم 100%. هبدأ اروح على التابة الخاصة بتابلتات الوزارة او القائمة الخاصة بتابلتات الوزارة، وهروح طبعا على تي 505 ان. الموضوع سهل جدا. هبدأ اضغط هنا فورمات من وضع الداونلود زي ما حضراتكم شايفين. تقريبا كده الموضوع خد ثانيتين بالظبط، يعني لو شفتوا مع بعض كده التابلت اتفرج، تمام. ودي اهم خطوه المفروض تتعمل. الادوات التانية بتقدر تخش بقى كيو ار وتتفعل الاي دي بي، وحوار كبير جدا عشان خاطر تخرج التابلت من المنظومه. احنا دلوقتي عملنا ضبط مصنع بس، تمام، ودي التركايه المهمه في التابلت ده. وكل التابلت اهم حاجه فيها انك تفرمطها، تمام. فدلوقتي انا عملت فورمات، ببدأ انتظر التابلت معايا لما يفتح. طيب لما يفتح بعمل ايه؟ يعني لما بيفتح بعمل ايه؟ ما بوصلش واي فاي ولا بعمل الثغرات الكتير ولا ايسلاند ولا الكلام ده كله، ما بعملش كل الكلام ده. انا عندي الامر بخرجه من المنظومه بضغطه واحده. الكلام ده كله خاص بتابلت تي 505 ان. لازم نركز جدا يا جماعه في الكلام ونفهم احنا شغالين ازاي. تابلت تي 505 ان، كل اللي عملته دخلت وضع الداونلود، جيت على الايقونه اللي فوق دي من غير ملفات ومن غير اي حاجه خالص،
وضغطت عليها خلال ثواني زي ما شفنا مع بعض تم عمل فورمات للتابلت. لما يفتح معايا هنشوف بالتفصيل دلوقتي، مفيش ثغرات هتتعمل. يعني الشيء الغريب اللي انا استغربته جدا هو ان في ناس مشتركه معايا في الاداء بقالها سنه تقريبا، ولاحظ ان هو بيخرج التابلت بعد ما يفرمطه عن طريق الثغرات اللي هي الايسلاند او تفعيل الاي دي بي والحاجات دي كلها. احنا عندنا في الاداء تقدر تخرج تابلت تي 505 ان وتابلت تي 509 وتابلت اي 9 بلس. الثلاث تابلت دول تقدر تخرجهم بضغطه واحده من غير ثغرات، تقدر تخرجه من المنظومه، تقدر ترجعه تاني المنظومه، كل حاجه بالتفصيل بضغطه واحده هتقدر تعملها مع الثلاث تابلت دول. فبالنسبه للتي 505 ان بنفرمت التابلت زي ما شفنا مع بعض، وكده التابلت بدأ يرجع لي تاني علشان يقف على اللغة بالشكل ده. ما تعملش هنا اي حاجة خالص زي ما هو كده، لان بلاحظ في ناس بتوصل واي فاي وتفعل. احنا حدثنا الكلام ده كله، الكلام ده كان في الاصدار الاول خالص يعني. دلوقتي اول ما بعد الفورمات على طول، اول ما التابلت يفتح معايا بالشكل ده، كل اللي هعمله هروح على الايقونة التانية اللي هي ريموف ام دي ام تي 505 ان واضغط عليها بالشكل ده. تمام، ونركز جدا هنا، ما بعملش اي حاجة خالص في التابلت. يعني التابلت كل اللي انا عملته فيه ان انا وصلت الكابل بس، مفيش ثغرات بنعملها. هيتم خلال لحظات عمل اعادة تشغيل للتابلت، وهيخرج تي 505 نهائي من المنظومة. طيب في ناس عايزة ترجع التابلت بتاعها، يعني في ناس بيكون محتاجة التابلت في التعليم لسه وعايزة ترجعه تاني. عندنا ايقونة هنا جميلة جدا، هتقدر تعمل لوك ام دي ام، قال لكل الاجهزة لوك ام دي ام يعني دخل لي التابلت او اقفله لي ام دي ام تاني، فهيتم دخول التابلت للمنظومه بشكل كامل. وهنشوف مع بعض نفس الخطوه دي برضو هنجربها في نهايه الفيديو علشان الناس تعرف ازاي ترجع التابلت بتاعها داخل المنظومه. كده التابلت هيعمل اعاده تشغيل، هبدا افتح التابلت عادي خالص، هوصل واي فاي وافتح التابلت بشكل طبيعي جدا. هيفتح معايا التابلت وهيشتغل بصوره طبيعيه خالص، ومش هيطلب منك لا نوكس ولا ام دي ام ولا اي حاجه خالص، وهيكون خارج المنظومه. تابلت تي 505 ان بيكون في حاجه بسيطه لازم تتعمل بعد ما يفتح. ايه هي؟ هتلاقي مساحه التابلت، وطبعا اتكلمنا كتير جدا في الجزئيه دي، تقريبا 4 جيجا او 8 جيجا حاجه زي كده، بتقل مساحه التابلت. كل اللي هتعمله هتعمل ضبط مصنع من الاعدادات. تمام، بعد ما تفتح التابلت، بعد ما يفتح كده هنفتح التابلت ونعمل له ضبط مصنع او فورمات من الاعدادات مش من الريكفري. تمام، وهتفتح التابلت تاني مش هيطلب منك اي حاجه، وهنكون خرجنا تابلت تي 500 بشكل كامل. ده بالنسبه للتابلت تي 505 ان. كده انتهينا من جزء التابلت، هنبدا نروح لتابلت تي 509. تابلت تي 509 سهل جدا وبسيط جدا، نفس الوضع ونفس الطريقه، هنبدا نوصل الكابل والتابلت شغال. تمام، هيبدأ يظهر معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده، تابلت تي 509. تمام، طب هنشتغل عليه ازاي؟ اول حاجه خالص لازم احول التابلت من الام تي بي ان هو شغال الى وضع البرو. طيب قبل ما اشتغل في التابلت تي 509 بالذات لازم اعرف حمايه التابلت ايه. هبدا اروح على الام تي بي، خلينا نتكلم بالراحه خالص ونبسط الامور. هعمل ريد انفو زي ما حضراتكم شايفين، الامر واضح قدام حضراتكم. هنا عملت ريد انفو، ايه اللي انا هستفاده من التابلت؟ يعني ايه اللي هستفاده من عمل ريد انفو او قراءة معلومات التابلت؟ بصوا يا جماعة نركز، التابلت طبعا تي 509، الحماية الخاصة بالتابلت كام؟ هتفرق جدا. الحماية هنا اس 3. اس 3 طبعا اي حرف هنا هتلاقي الحماية بعديه، يعني لو بقى يو هتلاقي الرقم اللي بعديه هو الحماية، يعني سواء اس او يو. فطبعا الحماية هنا اس 3. طيب هنعمل ايه هنا؟ هنرجع للقائمة بتاعتنا، هنلاحظ هنا ان انا عندي فورمات لحماية 1 و2، وهنا فورمات لحماية 3. طيب ايه الاختلاف بينهم؟ الاختلاف كبير جدا. ملف اللودر بتاع حماية 1 و2 لو جالي تابلت حمايته 3 وفرمطته بحماية 1 و2، التابلت هيموت مني ولازم افك الجهاز واوصله تيست بوينت علشان اقدر اعيشه من تاني واشتغل تاني. فنركز جدا، ولذلك انا قلت لك قبل ما تعمل التي 509، قبل ما تضغط اي امر فيه لازم تعرف التابلت حمايه كام. تمام، لو التابلت حمايه 1 و2 خلاص هتبدا تشتغل منه. لو حمايه 3 عندك الازرار الخاصه بحمايه 3.
طيب التابلت اللي معايا ده حماية 3، لأن حدثته علشان نعرف ندعمه في الأداء. أول خطوة هنعملها سواء حماية 1 أو 2 أو 3، الخطوة دي ثابتة للكل، وهي إني بضغط على Convert from MTB إلى وضع البرو. يعني إيه؟ يعني حول لي التابلت من وضع الام تي بي، لو شفته كده في الكم فوق مكتوب ام تي بي، تمام، الى وضع الدياج اللي هو وضع السبريد علشان نبدا نشتغل على التابلت. هنلاحظ مع بعض فوق كده التعريف اختفى، وهيبدا يظهر التعريف الجديد اللي هو سبريد دياج اللي احنا اتكلمنا عليه. يبقى الطريقه دي مع تي 509 لكل الحمايات اللي هي ايه؟ تحويل من الوضع ان هو شغال الى وضع الدياج. تمام. بعد كده هيجي دور الريد انفو. انا قرأت المعلومات وشفنا ان التابلت حمايته كام؟ 3. تمام، يبقى هنا الايقونه الخاصه بحمايه 3، ونركز في الجزء ده جدا جدا. تمام. لو التابلت 1 او 2 خلاص هفرمت بواحد او 2، مكتوب لك هنا كل حاجه. هبدا اضغط على فورمات تي 509 اس 3. طبعا هنعمل كل حاجه، حتى لو في خطأ حصل هنسيبه علشان نجرب مع بعض كل حاجه. لان في ناس معانا بيقولوا مثلا التابلت علق معايا على وضع الدياج ومش راضي يطفي. يعني احنا عاملين لك كل الحلول لكل خطأ ممكن تتخيله. كل اللي اقدر اقوله لكم ان تم عمل فورمات لتابلت تي 509 حمايه 3 بضغطه واحده زي ما حضراتكم شايفين، والتابلت هيبدا يفتح معايا، وهنلاحظ مع بعض دلوقتي عمليه الارث او الفورمات هتظهر دلوقتي بضغطه واحده زي ما حضراتكم شايفين. الفكره كلها هي اسس لازم تكون ماشي عليها. انا راجل معايا تابلت 509، لازم اعرف الحمايه الاول ايه، ابدا اشتغل زي ما حضراتكم شايفين. بيتم عمل فورمات، هنسيبه كده شويه ونبدا نوضح شويه حاجات بسيطه جدا. اول حاجه يا جماعه معانا، نتخيل مثلا ان انا بعمل امر زي ده كده، والتابلت وقف معايا، او العمليه وقفت معايا مثلا عند الهاند تشيك بالمنظر ده كده، وما كملتش معايا الامر. ايه اللي بعمله؟ الحمد لله يعني احنا ما سيبناش اي مشكله ممكن تواجهك، ما حطيناش ليها حل في الاداء. تمام. طيب اعمل ايه لو حصل كده؟ لو حصل كده بتراستر البورد، ولازم تفهم يعني ايه تراستر البورد. تراستر البورد طبعا في ناس كتير جدا فاهمه يعني ايه تراستر البورد. انا بسيب الكابل واصل، بسيب الكابل واصل، وببدا اضغط على زرار الباور وزرار رفع الصوت وزرار خافض الصوت، الثلاثه مع بعض. بفضل ضاغط عليهم لعند ما التعريف يفصل. يفصل يعني ايه؟ يعني هو بيكون ظاهر هنا عندي في الكم في الاداء، اول ما يختفي ويرجع تاني، اول ما يرجع تاني بشيل ايديا خلاص. كده اسمي رستارت البورد. الطريقه دي مع تي 509 بس، لان الجهاز ده معالج اس بي دي، فهيكون رخم شويه. لكن الحمد لله في الاداء زي ما شفتوا تم عمل فورمات في ثواني زي ما حضراتكم شايفين. الموضوع سهل جدا. فالموضوع سهل جدا جدا. طيب لو انا رستارت البورت او حصل معايا ان العمليه وقفت وما كملتش، فكده في مشكله عندي في حاجتين. يا اما هعمل هاند تشيك بعد ما رستر البورت، كل عمليه هتعملها لازم ترستر البورت، تمام، علشان يبدا يقدر التابلت يستقبل اوامر جديده. فالطبيعي بتاعي ان انا ارستر البورت. رسترت البورت ازاي؟ طبعا وضحنا بالتفصيل. طيب بعمل هاند تشيك، هتلاقي التابلت جاب لوجو وفصل تاني، وممكن يجيب لوجو ويفتح معاك مفيش مشكله. لو فتح معاك هتبدا تدخل التابلت تاني وضع الدياج بالتحويل الطبيعي. ما فتحش معاك هتضغط على زرار الباور ضغطه صغيره، هيقوم داخل وضع الدياج معاك تاني. اول ما يدخل معاك هتبدا تختار الامر على حسب الحمايه بقى. هتبدا تختار امر الفورمات على حسب الحمايه بتاعته، سواء حمايه واحد او اتنين من بوتن واحد، يا اما حمايه 3. وبالتالي هتقدر تعمل فورمات للتابلت بجميع الطرق بتاعته. فبالتالي هتقدر تخرج تابلت تي 509 بضغطة واحدة زي ما حضراتكم شفتوا. كل الطرق موجودة وكل الطرق متاحة لإصلاح الخطأ. طيب لو عندنا تي 509 وعايزين نشيل الاف ار بي، لازم برضو نعرف الحماية. تمام. لأن احنا هنا عندنا زرارين خاصين بإزالة الاف ار بي. الزرار الأول كاتب لك جنبه اس 3، الزرار التاني ده خاص بحماية واحد واتنين. فنركز جدا، الموضوع سهل. هنعيد برضو بالكلام الشفوي كده علشان الناس تفهم. لو جالي تابلت تي 509، فزي ما حضراتكم شايفين بالنسبه لتابلت تي 505 جبنا كل التفاصيل الخاصه بيه. تابلت تي 509 اتكلمنا في كل التفاصيل وشفنا مع بعض شرح عملي كامل، وعلى قد ما قدرنا وضحنا لك كل حاجه خاصه بتابلت تي 505 ان وتابلت تي 509. طيب
اي خطأ يحصل، مش خطأ، اي عملية تقف معاك لازم تكون متأكد من حاجتين. الحاجة الاولى التعريفات بتاعتك. طيب اجيب التعريفات منين؟ التعريفات عندك في قائمة الاس بي دي فوق خالص، ده خاصة ب 509. هتلاقي حاجة اسمها انستول درايفر موجودة فوق، ثبت دي قبل اي حاجة. تمام. بعد كده هتروح لسامسونج، ونرجع تاني للتابلتات بتاعتنا. تمام. في اي مشكله او عمليه ما تكملش معاك، هتراستر البورد وتكون متاكد ان انت نزلت التعريفات دي. تمام. وقافل الانتي فيروس طبعا. فهيكون مستحيل بقى، يعني كل الكلام ده لو انت ظبطه صح، اعرف ان التابلت هتعمله زي ما احنا عملنا كده، دخلناه بروم، فرمطنا اتفرم، الموضوع انتهى. طيب خلاص، انا دلوقتي عايز اخرجه من المنظومه. طيب انت عايز تخرجه تخطي ولا تخرجه نهائي؟ طب افرض انت خرجته نهائي، ينفع ترجعه المنظومه؟ ينفع ترجعه المنظومه. طيب انا بفضل انك تخرجه نهائي، ولو حبيت ترجعه بترجعه. تمام. وانت براحتك، يعني اختار الطريقه اللي تعجبك. طيب انا عايز اخرجه نهائي، هبدا اروح على ريموف ام دي ام 1 كليك، هيخرج لك تابلت تي 509 نهائي من المنظومه. طيب حبيت ارجعه، هرجعه من لوك ام دي ام. علشان ترجعه المنظومه تاني لازم تعمل له ضبط مصنع، يعني بتعمل ضبط مصنع، يقف معاك على اللغه كده، تعمل لوك ام دي ام مبدئيا. يعني لو انا عايز ارجع تابلت، اي تابلت فيهم المنظومه، لازم يكون واقف على اللغه هنا، وابدا اختار خيار لوك ام دي ام، هيرجع لي التابلت المنظومه. وبعد كده اوصل الواي فاي وافتح، وبعد كده اوصل واي فاي وافتح، هتلاقي التابلت بدأ يطلب منك الدخول للنوكس ويسجل، وهيفتح على المدرسة بتاعتك زي ما انت، مفيش اي مشاكل. يبقى احنا دلوقتي وضحنا ازاي تقدر تفرمط وتخرج تابلت تي 505 ان من المنظومة. اظن كده الموضوع سهل جدا. لو انت حبيت بقى تخرج التي 509 من المنظومة من غير ما تعمل اي حاجة، برضو بنفس طريقة التي 505، هتيجي تضغط هنا ريموف ام دي ام زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. الامر مش هياخد ثواني بسيطة جدا، وهيتم خروج التابلت من المنظومة بشكل نهائي. طيب لو انا عايز ارجعه تاني، الموضوع بسيط جدا جدا. بنفس الطريقة هنفرمت التابلت ويقف على اللغة، وبعدها نضغط لوك ام دي ام، يعني اقفل التابلت ام دي ام، دخل التابلت تاني المنظومة. انا تقريبا كده ما سبتش اي حاجة ورانا، علشان الناس يكون الفيديو مرجع ليهم ويقدر يفرمت كل التبالت. يعني انا اتعمدت ان انا اجيب الثلاث تبالت في فيديو واحد ونشرح فيه كل التفاصيل. كده التابلت هيعمل اعاده تشغيل، وكده التابلت رسمي خارج المنظومه بشكل كامل. تمام. هنقدر برضو لو انت عايز نفتح التابلت مع بعض، يعني مثلا لو رجعنا للتي 505، تي 505 اهوت، هبدا اختار اللغه عشان الناس برضو تشوف الخطوه اللي بعد كده ان مش هطلب منها اي حاجه خالص. هبدا اختار اللغه بشكل طبيعي، موافق. وصل واي فاي، اعمل اللي انت عايزه، خلاص التابلت خارج المنظومه بشكل نهائي. ده ال 505 اللي عملناه في الاول، التاني لسه بيفرمط، لسه بيعمل ازاله للمنظومه. تمام. هعمل هنا تخطي. ممكن بقى يطلب واي فاي، وصل واي فاي لو طلب واي فاي، ما طلبش واي فاي تمام. يعني طلب واي فاي، ما طلبش واي فاي، وصل واي فاي، ما تقلقش مش هيدخل المنظومه. زي ما حضرتك الطرق الطبيعيه اللي احنا عارفينها يعني. لكن في ناس بتقول ممكن يدخل المنظومه لكن ما يدخلش المنظومه تاني خلاص يعني. كده زي ما حضراتكم شايفين تخطي، طبعا كله تخطي على طول عند التابلت ما يفتح معانا بالشكل ده. كده تابلت تي 505 خارج المنظومه بشكل كامل خلال ثواني بسيطه جدا. يعني الفورمات ما خدش ثانيتين، وازاله الام دي ام ما خدش ثانيتين، بدون ثغرات، بدون اي مشاكل، بدون اي اخطاء، الحمد لله. فالفكره يا جماعه، حرام تكون مشترك معايا من سنه ومش عارف ان التابلت مش محتاج ثغرات، كل حاجه في الاداء هتعمله بضغطه واحده. فحرام يعني، سواء تابلت تي 505 ان، سواء تابلت تي 509، سواء تابلت اي 9 الجديد. الحمد لله يعني كان لنا الانفراد في التابلتات بشكل كبير جدا، الحمد لله. فنرجع للتابلت البركه بتاعنا اللي هو التي 509. طبعا نفس الكلام، واقف على اللغه، هبدا هنا اوصل ابدا اختار اللغه. طبعا احنا خرجناه من المنظومه بشكل نهائي، حبيت ارجعه المنظومه، هنوريكم برضو ازاي تقدر ترجعه المنظومه. تمام. هبدا اضغط الخيارات الطبيعيه اللي انتوا عارفينها، لسه مورينها لكم على التي 505. تمام كده بيوصل الواي فاي اهو وهيبدا يكمل. هتلاحظ هنا انه هتحس انه هيدخل المنظومه مثلا، لا لكن مفيش اي كلام ده. يعني هنا بيحمل النوكس اهو، لكن طبعا مش هيحمل النوكس ومش هيدخل المنظومه. هنتابع مع بعض برضو عشان تشوفوا. اقول لك جريت تحقق من تفاصيل التسجيل، هتلاحظ هنا ان هو خرج نهائي من المنظومه.
تمام، وهنشوف مع بعض ازاي نقدر نرجعه للمنظومه. خلال ثواني بسيطه جدا هيفتح معانا التابلت خارج المنظومه واستخدمه كتابلت عادي خالص. حبيت ارجع التابلت في اي وقت هقدر ارجعه بضغطه واحده بدون اي مشاكل وبدون اي اخطاء، اللي هي الاوامر الطبيعيه اللي انتوا عارفينها كلنا متعودين عليها يعني، اللي هو التخطي تخطي، عدم النسخ، لغايه ما يفتح معايا التابلت بشكل طبيعي. هنبدا ننتظر ثواني بسيطه جدا لما يفتح معايا التابلت. فزي ما حضراتكم شايفين نبدا نعمل تخطي علشان نكمل الخطوات بتاعتنا. سامحونا شويه الفيديو طويل، لكن هيكون في كل الحاجات الخاصه بالتابلت علشان الناس يكون مرجع ليها، الناس اللي اشتركت معانا في الاداه يكون عندها مرجع كامل لكل التابلتات في فيديو واحد، والموضوع يكون سهل وقوي جدا. هنبدأ ننتظر كده لما يبدأ يفتح معايا بشكل طبيعي، ويبدأ يفتح التابلت معايا بشكل طبيعي جدا، ويكون خرجت تابلت تي 509 بشكل نهائي من المنظومة. حبيت أرجعه المنظومة سواء هو أو التابلت تي 505 وتابلت تي 509 واي 9 بلس، التلاتة دول حبيت أرجعهم المنظومة. بفرمت التابلت من الإعدادات، بيقف عندي على اللغة، بضغط على خيار لوك ام دي ام ال اللي هو موجود في الإعدادات، هيعمل إعادة تشغيل ويجي يقف على اللغة تاني. هوصل واي فاي وأكمل خطواتي، هلاقيه بيسجل في النوكس ويفتح معايا داخل المنظومة، واستخدمه في الامتحانات بتاعي بشكل طبيعي، واستخدمه في الامتحانات بتاعتي بشكل طبيعي بدون أي مشاكل. تمام، ده بالنسبة للتابلتين الخاص ب تي 505 ان وتابلت تي 509. زي ما وضحنا لحضراتكم كده، شرحنا تابلت تي 505 ان وتي 509، كل خاصية فيهم وان كليك بدون ما تلمس التابلت خالص. كل اللي بتعمله بتوصل الكابل في التابلت وشكرا. بالنسبة للتابلت A9 بلس الجديد اللي لسه نازل، هو حصري حاليا في أداة SK اللوكر فقط. طيب ازاي نقدر نخرج بقى التابلت الجديد ونفرمته؟ هسيب فيديو لاخويا عبد الله هشام، طبعا هو اللي ساعدني لان كان عنده التابلت ما كانش تحت ايدي، والحمد لله قدرنا نفرمته ونعمل كل العمليات الخاصة بيه. وعندنا طريقتين لعملية الفورمات عن طريق وضع الداونلود، ولازم نركز هنا جدا يا جماعة، التي 505 ان بيتفرمت من الداونلود، والاي 9 بلس بيتفرمت من الداونلود. الملفين مالهمش علاقة مع بعض. لو انت خدت ملف اليوزر داتا بتاع التي 505 ان وفلشته للاي 9 بلس هيقطع. لو انت جبت نفس اليوزر داتا بتاع الاي 9 بلس وفلشته ليه هيقطع. فلازم نركز، الفكرة مش واحدة، هي الطريقة واحدة، لكن الملفات اللي بتتفلش مش واحدة خالص. افتكروا الكلمة دي وركزوا فيها جدا علشان مفيش حد يلبس التابلت بتاعه. الملف المعدل اللي تم اضافته للاي 9 بلس خاص بيه فقط. تمام، لو انت رحت جبت اليوزر داتا بتاعه وفلشته هيحصل مشكلة معاك، فالافضل ليك تشتغل من خلال الاداة فقط علشان مفيش اي حد يخسر اي حاجة، لان الكلام ده كله متجرب بالتفصيل لان الكلام ده كله متجرب بالتفصيل ومجرب باكتر من تابلت. هبدأ اسيبكم دلوقتي مع فيديو اخونا عبد الله هشام الخاص بتابلت اي 9 بلس علشان تقدر تفرمطه، وكمان يكون قدرنا نشرح كل التبادل في فيديو واحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ من ايام كلكم جميعا بخير. ان شاء الله الفيديو دوت لفنانين السوفت وير. تمام. ان شاء الله هنهكر تاب اكس 21/6 بي، التاب الجديد اللي هو دفعة 2024. تمام، لسنة أولى ثانوي دفعة 2025 اللي هما لسه هيستلموه الأسبوع الجاي والأسبوع اللي بعده. طبعا التاب دوت بقى بيتهكر عادي في وضع الداونلود. تمام. هنخش هنا كده عشان نتأكد. طبعا ده التاب الجديد بتاعهم، تبقى 9 5G. تمام، مختلف خالص عن التي 5050 والتي 5090. تمام، لو نزلنا كده هحول الجهاز اللوحي. طبعا عندك اهوت الجهاز تاب 9، ولو دخلت هنا كده على النوكس هتلاقي دفعة التقلية 2024 و جالاكسي اس ام اكس اس ام اكس 21/6 بي. تمام. هتخش كده على الأداة بتاعت المهندس سعد صالح. تمام. طبعا الموصل التبع اهوت قاري معانا اهوت، لو مش قاري معاك غير الوصلة أو نزل تعريفات سامسونج. تمام. هتخش هنا كده فاضل ام تي بي، هتختار لي ام تي بي داونلود.
تمام. الجهاز وصل معانا اهوت. ودخل معانا وضع الداونلود، قرا معانا فوق اهو. تمام. هتخش هنا كده على تابلت الوزارة، هتختار داونلود مود اول واحدة ديت، فورمات، تك على كده داتا. بدأ يعد معانا ملف الوزارة ده اهوت. التاب فتح معانا على وضع ريكفري. هتختار ضغط على زر توطيط الصوت، ضغط على زر الباور، ضغط على زر توطيط الصوت، ضغط على زر الباور. طبعا اخترنا فاكتوري داتا ريسيت، وبعدين عملنا يس، وبعدين فاكتوري داتا ريسيت تاني من وضع ريكفري. تمام. طبعا التابلت دوت موجود منه خروج مؤقت وخروج نهائي. خروج مؤقت، ال ADB مش نفعت معاه، يعني الحماية أصلا بقت عالية، الايسلاند مبقتش نافعة، والQR كود بتاعت اللي هي ال FRP، تمام، اللي احنا بنخاطب بها حساب جوجل بتاع أجهزة سامسونج، اللي هي عن طريق إثارة الQR كود، معادتش شغالة. جربتها، تمام. البرجود اللي هو في الأداة ما بيلقطش، هو بيلقط كل حاجة، بس ما بيكملش معاك أصلا إن أنت تفعل ADB. فموجود منه طريقتين. الطريقة الأولى إن احنا نعمل MTP remove MDM من الإعدادات نفسها، وهنطلع التاب برا المنظومة. هتخش هنا كده بقى على تابات الوزارة، هتختار آخر واحدة MTP remove MDM. بدأ يعد معانا اهوت العداد. طبعا التاب شغال مش شغال عادي، يعني المهم التاب على قائمة ابدأ. التاب هيرستر معانا دلوقتي على فكرة، رستر اهوت، وجاب لك هنا ريموف 100% all done. تمام كده. طبعا معظمنا عارف الطريقة ديت عشان موجود تفكير تاب اللي هو T55N و T50 9 في الأداة، فأنت طبعا معظمنا عارف الموضوع دوت، اللي هو ترجع تاب جوه المنظومة ازاي وطلعه بره المنظومة ازاي، ماشي. فأنت مجرب وأكيد عارف يعني الموضوع ده. تمام. هاتيلي باللغة العربية كده. اوكي، قول له بدء. موافق على الكل، موافق، موافق. هندخل شبكة الواي فاي، قول له توصيل، قول له عدم النسخ، تخطي المزيد قبول، تخطي على أي حال. اتك على هل نسيت كلمة المرور أو اللي لجاج الحساب، اتك على آخر واحدة خالص، الإعداد اللي كان في الضبط آخر واحدة خالص، تخطي، اختار الكل، اختياري، قول له موافق، التالي، إنهاء. طبعا طريقة فورمات في وضع الداونلود دي تنفع لحماية رقم 3 وحماية رقم 4 من التاب، وكده التاب طلع برا المنظومة. تمام. قول له السماح عادي، كده طلع برا المنظومة وشغال كل حاجة. الله ينور. حضراتكم شفتم كده شرحنا الثلاث تبالت، التي 505 ان والتي 509 وتابلت اي 9 بلس اللي موجود حصري بس في اداة اس كي اللوكر. بكده يكون قدرنا نوضح الموضوع بشكل شامل وبشكل عملي قوي جدا. بكده النهارده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا اي جديد بنعمله على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.